السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن احوال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منكم والاموات انك انت سميع مجيب الدعاء. اتمنى ان اللي اول مره يشوف القناه ما ينساش ان هو يشترك ويفعل الجرس بحيث كمان كل الاشعارات توصله، وتعملوا لي لايكات وكومنتات كتيره وتقولوا لي ايه الحاجات اللي انتوا حابينها. يعني اتمنى ان انتوا تعملوا لي لايكات يا جماعه. طبعا النهارده انا هعمل معاكي ازاي نرفع كتف العبايه. آه لو انتي يعني محتاجه ان يعني عدد السنتيات اللي هتترفع كتير، فدي الطريقه الاسلم والاصح، بعكس يجي بتاع موجود على اليوتيوب، يجي بتاع 4 طرق مختلفه، بس الطرق مش صحيحه، لان بتعمل معاكي ده شغل بيتي كده وشغل سوقي. يعني عارفه انتي شغل، آه، عارفه انت عايزه اخلص واجري، وده مش صح. لو انت عايزه بتبقي محترفه خاصه كمان في التصليح والحاجات دي كلها، يبقى لازم تعملي الشغل بتاعك صح والخطوات المطلوبه بتاعتك صح. طبعا ما تزعلوش مني ان انا ممكن اكون بطول في مقدمه او في كده، لكن في حاجات مهمه جدا لازم تعرفوها. دي اللي هتنجح شغلكم، دي اللي هتخلي، لو عارفه انت لو في مكان آه، يعني حتى الناس اللي فيه قليله او الكلام ده كله، صدقيني زبون هيجيب زبون، بس هي محتاجه شويه صبر يعني. خلاص، انا هنا العبايه هنا محتاجه 2 سنتي. لو ال2 سنتي دول اخدتهم من هنا على طول كده بالخياطه، لازم تكلكع معاكي العبايه. طيب ايه حلها؟ حلها انها لازم تتفك. تمام، انا كده بوسع لنفسي. طيب انا هنا الزبونه طالبه الكتف بس، هي كده كده ال2 سنتي دولت هيأثروا مع طول الكم حوالي يجي بتاع سنتي. تمام. طب لو الكم طويل، يبقى انا زي ما انا هفك الكتف وهفك الكمام، وهبتدي ان انا يعني هبتدي ان انا هحرد من اول وجديد. تابعيني بالخطوات وانت تفهمي اللي انا اقصده. في حاجه كمان مهمه عايزه اقول لك عليها. انا دلوقتي ان انا هفك الكمين حلو كده. طب العبايه بيبقى لازم يكون فيها كم يمين وكم شمال. طب انا هعرفه منين؟ على الاقل هعلم كم واحد بالطريقه دي، وهعلمه مع جسم العبايه. التاني ما علمتوش خلاص مش مشكله، لان انا عرفت ان ده تبع ده. دي خطوات مهمه عشان لما تيجي تركبي ما تتلخبطيش. بصي، انا من الناس اللي مش بحب ان انا اجي لما اقص هروح اقصر الاتنين مع بعض كده، لان انا كده بقولك لو انا الكم مش هقصر فيه، يبقى انا هاخد من طول الكم لما اجي اخيط فيه كده انا هقصره 2 سنتي مش سنتي. فانتي هنا شايفه اللي هو الحرف بتاع الاوفر، بتاخديه كده على الطاير خالص بحيث بس تفك الخياطه بتاعته. بسم الله، اللهم احسن بين ايدينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بالطريقه دي كده كده ابقى انا ما جرحتش الكم وما جيتش جنبه. كده جميل اهوت. زي ما قلت لك كده انا قصيت كده اهوت. تمام، هي كده هتتفتح معايا اهي بمنتهى السهوله. خلاص، هنا الخيط اللي هو متخيط بيه ده هفكه، وما تجيش تروحي ماسكه العبايه عاملاها كده، على فكره كده غلط. كده هتبهدلوا القماش، ولو القماشه شايطه او القماشه فيها مشكله والزبونه جايبه لك وهي ما تعرفش، هتبص تلاقيك انت اللي هتتحملي تكلفتها. فالحاجات دي بنخلي بالنا منها جدا جدا جدا. طبعا هنا العلامه اللي انا عاملاها بتاعتي اهيت، لازم اعلمها انقلها لبره. خلاص، وهبتدي هنا. المفروض يعني في الصح ان الهدوم او الملابس عامه يعني بتبقى محروده من هنا سنتي زياده، لكن هنا وهنا والكتف لازم يبقوا مع بعض. طيب هعمل ايه عشان يبقى الاتنين زي بعض؟ لما بتيجي بتحردي من هنا، المسافه دي بتاعه الجيرو لازم تفتح وتوسع. طيب هعمل ايه؟ انا هنا انا علمت هنا، بس انا مش هاخد العلامه اللي انا علمتها دي كلها، لازم اسيب 1 سنتي، ده فرق الخياطه اللي انا هخيطها. خلاص كده هبتدي ان انا هاخد مقاس الكتف عشان اعمل الكتف التاني زيه.
عشان تحط الاتنين على بعض زي ما ناس كتيرة بتعمل، عمر الاتنين ما بيظبطوا مع بعض ابدا، لان فيه ياقة وفيه حاجات دخلت على القطعه اللي قدامي. الكلام دوت لو انا برسم الباترون من اول وجديد او كده، وهحط او هفك، بحط كتفين على بعض. لكن هنا لا، انا بعمل كل كتف لوحده وبخلي بالي من الموضوع ده. هبتدي هاتني من هنا كده، تمام. الاول انا هحرد دوت، هشوف انا هاخد هنا كام سنتي. دي انا هاخد هنا 15 وهعلم عفوا، وهبتدي هجيب مسطره. قلنا هنسيب سنتي اهيت، ايا كان بقى المساحه اللي هنا هتعمليها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. تخلي بالك من الدوران، ما نجيش على دوران، لان هنا تخلي بالك. يعني انا سطرت الحته القدامانيه ديت عشان امشي عليها. طيب انا لما اجي هقص مش هاخد كل الدوران ده من هنا، لازم انا اعمل له، انا طالما ان انا هصلح يبقى اصلحه كله. هعمل ايه؟ هقص من هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم احسن ما بين ايدينا. وهاجي الجيرو ده من بره كده، هفتح ايدي لبره، اخش بقى نص سنتي دوت اللي انا سايباه، احط ايدي من هنا واخش نص سنتي او سنتي، على مفيش اهي، في هنا علامه اهي، تمام تمام. هعمل ايه هنا؟ انا كنت المفروض ان انا هخش 2 سنتي، هاجي للكتف من الكتف وهنزل من هنا سنتي واحد، السنتي واحد وسنتي من الناحيه التانيه، يبقى انا دخلت 2 سنتي اهي من بعد الخياطه. فانا من عند الخياطه هاخد كده 2، واجي التصحيح ده كده، وهطلع على مفيش، مش هاجي على هنا، هطلع على مفيش اهو. تمام. ادي الخياطه بتاعت الكتف نفسها، فانا جيت هنا على مفيش، يعني انا هاجي هنا اخر الخياطه بتاعتي اهي، تمام كده. هخيطها وارجع لك. هنا يا حبيبتي انا لسه ما عملتش النزول اللي قلت لك عليه، قلت لما اظبط الاثنين الاول مع بعض. انا هنا خدت العلامه، هنا كانت 14 سم، هنا علمت 14 سم، وبرده هنزل بالحرده بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص هاخد من هنا ال 2 سم زي ما قلنا، 2 سم بالخياطه، لان لو خدت من بعد الخياطه انت كده عملت سقوط جامد قوي للكتف، والكم معاكي هيضيق كده. وبالمسطره قلنا على ما فيش، ولازما بالمسطره، ما اجيش بايدي واستسهل، الخياطه عمرها ما هتظبط معاكي. وتخلي بالك برضو، لان دي خاصه لو القماش اللي هو الحرير دوت بيروح ويجي معاكي. فخيط الاكتاف وارجع لك اقول لك هنعمل ايه. هي قمر انا عملتها وكلتها كمان بالاوفر، علشان ما اخليش ليها بواقي تكلكع في الكم من فوق، لان ده بتقفله الكم التاني اهو، او بتشد العبايه بالعربي يعني.
تمام. انا هنا الزبونه في حاجه برضه هقول لك عليها، هي هنا طالبه ان انا اضيق الكم شويه، بس تخلي بالك وانت شغاله الخرز ده تشيليه عشان ما يكسرش الابره. وفي نفس الوقت برضو بتاخدي مقاساتك على كل كم من عند الجزء المتني، وتاخدي الطول بتاعك وتبتدي تعلمي. بس يا حبيبتي عشان ما اطولش عليك الفيديو، انا هنا حطيت خياطه الكم قدام خياطه الجسم، وطبعا الكم قلبها لجوه، وبدبابيس كده هدبس معايا، هتلاقي ان المسافه اللي احنا خدناها قد الكم بالظبط. في معلومه او معلومتين عايزه اقولك عليهم. لو العبايه الزبونه قالت لك انا عايزه اقصرها، خلي بالك خلي بالك خلي بالك، شوف انا قلت لك كم مره ان انت تروحي تعلمي على طول العبايه وانت هترفعي الكتف، لان دوت بيقل من طولها. تيجي تاخدي طولها وتبقي رفعتي هتلاقي العبايه قصرت منك، وتقولي العبايه انا مش عارفه قصرت ليه. تمام كده. النقطه الثانيه، لما تيجي تخيطي ما تخيطيش وايدك تغوط جوه. بصي السنتي اللي احنا فكيناه بتاع الكم ده اللي انت هتاخدي عليه، حتى لو هتعملي اوفر. لو ما عندكيش اوفر، هي بقى الزبونه بقى مسؤوليتها بقى، او ان انت تحبي تكففيها لها كده خفيف، او لو عندك زجزاج اللي هي المكنه الزجزاج ديت ممكن تقفلي عليها من بره. ده كان بالنسبه للعبايه. هقفل الكمام وهرجع اوريها لك. بس يا حبيبتي انا خلصت هنا وخيطتها. بس الكتف زيه زي ما كان جاي واحسن والله. يعني عارفه انت شغلك ده كان جاي هنا في كشكشه كتير، وكان جاي مش عارفه ايه. او بصي ادي الكتف التاني، بصي ما شاء الله. تمام. يا رب بقى يكون الفيديو عجبك ونال رضاكي. بصي كده انا عملت لك العبايه من بره. بصي لا في كشكشه، الشغل معاكي نضيف، لا في عبعبه في العبايه ولا في الكلام ده كله، لانك انت اشتغلتي صح. طب لو انت بقى عملتي الخطوه ان انت تعملي كله في بعضه ولا تشيلي ولا تحطي عشان تستسهلي، الشغل عمره ما هيطلع معاكي بالطريقه دي. اتمنى كل فيديوهاتي تعجبك وكل افكاري تعجبك، واتمنى ان انت تعملي لي لايك وشير بحيث ان الكل يستفيد، وده دعم القناه معايا، وبحيث ان هي تظهر لاكبر عدد ممكن. وبنتي بتقول لكم اعملوا لي قلوب وحاجات كتيره كده. شكرا لكم للمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.